شلب السناتي تصعد. انا محتاج تضحكني اليوم ابو شاهين، متدمرين والله. للسنة لا تشلبين، نزلي. عجيب. نجمات حلو اخبار. افتح مات جولة حتى سناء ما تدز، بس هيك خليها جولة تكبيس باور. يلا. السلام عليكم حبيبة ابو ويت. مشتاقين، تحية حب واحترام والله لك مو من خلال بقدي، هذا لك وحشه اللايف. لك وحشه. البارحه كلها تسال عليك والله. الله يحفظك، تحياتنا إليك ولكل الجمهور الطيبين، الناس يا المحترمين عمري، الطيبين الكل على يا راسي. عمري. اليوم الناس كلها بالبث وشويه يردون المود يتغير لان اكو صار لي قهر ساعة بنمبر مغير الياس. لهم المود، سويت لهم حفلة والله وهمتهم، والله قلت لهم هاي ما تعتبر خسارة، السهم من يرجع لي ورا ضربته تصير أقوى. ايه كفو والله. ولازم كل احنا هسه ننزل هاشتاج ألف مبروك فوز المنتخب الأردني، على مود نبين أخلاق العراقي، يفرح الغير قبل لا يفرح لنفسه. عافية عليك. انا ايش قلت؟ تدري ايش قلت ابو شاهين؟ أي قلت مو العراق خسر البطوله، خسرت العراق. مو والله ملح البطوله خسرت البطولة العراق. طلع، الملح مال مو البطولة راح. زين لذلك الناس ينبغي ان يعني حتى اللي معتبر اللعبه حرب ويعني بامر عداوات، انا هم اعطيك كلمه اقول لك الابتسامه بوجه العدو حيره. اي والله. لذلك خلينا يعني روحنا رياضيه، وهي مباراه يعني كره القدم من انوجدت على مود التعارف بين الشعوب، يعني ليش يقول له هذا روحه رياضيه اليوم؟ بالضبط. يكون صدره واسع ويتحمل الحكايه، يتحمل اي شيء، والشباب ما قصروا اليوم، ولكن كل شيء بالقسمه شتيد تسوي، يعني الله ما كاتب نفوز. والله تدري شنو اللي قاهرهم ابو شاهين؟ اللي قاهرهم طريقه الخساره. احنا شوف كلتنا رياضيين طريقة ومباراه الخسارة يعني 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 احكيها ظلم الصراحة. والله. ايه والله طريقة الخسارة المنتخب الوطني بسبب الحكم. مو ظلم والله، هو هذا اللي قاهر العالم. يعني انا اليوم مثلتها حال اللي فاتح لايف وعالم جت تبلغ عليه، مجرد ما يطلع جقاره بيده ينحضر. ايه ايه. انت ايمن حسين تدري بالحكم ايراني، والحكم يعني يريد له حجه عليك، حاطك بالوجه. والله تفاجئنا سوى هاي والله الحركه يعني. داخل الملعب ما يعني، بس هي رادت تصير وصارت خلص. راح اسولف لك على سالفه قولتك هاي. اي وبكل الحالات طلعنا مرفوعين الراس. طبعا، حتى بس ابو الفريق اللي شاهين، لعبنا وياه تعب، يلا اخذ البطوله تعب. ابو شاهين يخرب بيتي، يقول لك اليوم سوق واقف فارغ، اليوم ماكو هوسه، العالم نايمه، المحلات حتى ناصر معزله. ضايج ما فاتح لايف مستوحش. اي والله اتصل عليه ما يجاوب، يقول انا ضايج على العراق. طبعا والله العظيم احلى انا احمد يعني مصحب. بس احنا احكي اليوم لك من خلال هذا اللايف احكي لك استغرب. الصدق، اي احكي تفضل. لك الصدق، والله ما ناوي افتح لايف اليوم. ليش؟ ما ناوي، يعني مضغوط اكو هم بصدري. قلت ما اريد اعكس سلبيتي على الناس، بس الناس من نزلت ستوريات كلها صارت تكتب اليوم نريد لايف، اليوم نريد نحكي يعني بالموضوع، اليوم انسان نريد. ضايج تجي انت تزيد الضوجه عليه لو تفرحوا. اي هو والله هي يفرح ليش بشوفة طلعت، ليش طلعت له الشباب بصدري؟ الطيبين، بشوفتك الشعر الحلو، ضحك حلو سالفه في لعيونك. مال الله، لان احنا ما عندنا ونسه ترى. حاليا بالعراق ماكو ونسه غير المنتخب الوطني وابو شاهين، احكي لك صراحه. و- والله انا اقول هاي، انا اشهد. الله يحفظك، الله يحفظك. زين انا والله ما العظيم. فتحت لايف حتى انقلب من علي حكينا ضرب انا الاسم. وياك، حتى من حكينا وياك قلت لك يابا ترى تضحكهم، تعال شوي غير قلت لهم لك انا المود. اليوم والله باكر عندي شغل، بس قلت والله اليوم الا افتح لايف للشعب العراقي البسيط، لان يحتاج الابتسامه، وانا هدفي من اللايفات زرع الابتسامه بوجه المواطن البسيط. وهاي مو كفو اليوم، من والله. زمان، هاي من ال 94. اسولف لك سالفه اي بال 94. آه، ازلون على عمره. زين. يضحك رائد. مو انت ياخذ من الموضوع جد الطب بطريقه تفاجئني. ايه بال لا بال 94. 94 انعزلت على عمره لغرض ما، انا ذاك صارت مشكله. ايه لحظه بس ضل وياي رائد. يلا. اجن 4 بنات ب4 مرسيدسات يردن يسلمن علي. شلون دا يمشون رتل؟ هذول مرام. شو مالك؟ زين يلا سلم سلم. لا بس والله خلي حضر، ما معجباتك اعرفهم، بس كثرانه. شباب بس ضل وياي ما اعرفهم مين ذولا، بس خلي حضر العفو الميمسين، ما اقدر الفظه باللايف على على مود. قولة الشعر مالتك، خاف يطعنوك بالظهر، انا ظهر انطعن. شلون؟ على قولة شهد الشمره ما يعكرون المزاج.
الحاصل رائد بال 94 ايه بال 94 انا قبلها انعزلت على العمره على العمره، لان بال 91 من صار الانسحاب بوقتها انا ذاك صار الانسحاب بام المعارك. زين. لا العفو، بال 84 صارت مشكله بال وانا 94 حصار ماكو معركة. لا بال 84 العفو، بال 84 صارت عندي مشكله داخل القصر. في من حب النظام انا ذاك الي، لان انا كانت عندي هواي بطولات، عزلني على العمره. زين. بال 91 بال 90 91 احتاجون بيوم الانسحاب اللي يسمونه شارع الموت، اللي سامع به الخط اللي يجي مال ال 160. بالانسحاب اللي صار انا ذاك كانت اكو معركه صار بيها انسحاب التكتيكي. فبوقتها اجوا على العراق 33 دوله، لذلك مضبوط. سموها ام المعارك. كلها تتذكر عليها، ما اعرف انت يعني بعدك شاب يمكن هذاك الوقت ما بعدنا بعد ما جاي لحتى ايش كبرك ابو شاهين. زين. كمل الحاصل 33 دولة. جيب اللي ودي اللي جاني تليفون، انا قاعد بالبيت، كان عندي بيت بالسيديه مال الضباط بدور الضباط. اي دق علي التليفون، الو الو، قال طلع واحد قال انا وياك عبد، بوقتها كانت رتبته عقيد. قال الرئيس يعني يريدك اسمه يسبك. عقيد عبد. اي عبد. شال التليفون وقال الرئيس يريدك، وهاي شمرته. سمعت الطبقه انا بذاني طب. انا هم شغلت السياره رحت من سياره اباوع، اجوا لك 4 ضباط من كبار الشخصيات، انا ما اريد اذكر اساميهم لان قسم من عندهم مات الله يرحمه، وقسم من عندهم يعني بغير دوله ما يقبل ينذكر اسمه من خلال اللايف، ونوح علي على هذا الموضوع. زين. جينا اكو البيكم الكيه كانت قبل يسموها شلون اللاند جروز، بس بيكم اذا شايفها هسه موجودات ببوب الشام، يحطوا لهم محرك مال بطه، الوازات. ايه عافية الوازات ذني. ايه عافيه الشعب بوب الشام، لا شايف هناك ايه واصل. ايه 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 يشتغلون بين عبرية. عبريه عافيه. الحاصل اجت صعدنا واكو برده هنا بالنص برده. زين. اصعد طبينا للكاظميه وين باب الدروازه وتنزل جوا. اكو بيت كان جوا تابع للقياده بذاك الوقت. حلو. طبيت انا بصاعد بالسياره، انفتحت البرده باوع عليه قال الله يساعدك وليدي. وضحك الرئيس بوقتها. زين. يابا وين ماخذينه؟ شكو دازين علي انا بال 84 حالين على العمره، حاليا مرجعين شنو الفيلم؟ قال يابا عندنا ترى الوضع طلع من يدينا. بوقتها اتصلوا على جبار شنشل، اكو فريق كان مسوي الخطه التكتيكيه انسحاب، غير يجي فوج فرقه، لا ذب سلاحك ايه يا اهل اول واحد يجي. وكلها اجت كبار الشخصيات، كلها اجت شغل سيارتك واطلع، وبقى الجيش ما يعرف وين يروح. وانا نوهت على هاي النقطه انا ذاك، بس ما حد اخذ بهجاتي لان انا كنت معزول منعزل. العمره يعني انعزل هذا. ايه عزلوه بعد. اي مو هاي السالفه اللي بيها رباط. انا ليش هسه سولفت لك اياها؟ هو انا هاي لازم منتظر الشعب الرباط العراقي والله. كله يعرف بيها الاستاذ راد، لان هذا صندوق اسود. صندوق اسود، مو دائما ويتحدى تحكي من اكبر الصندوق ضابط الاسود. يطلع بالتلفزيون يسولفها، ما يسولفوها لان ما يعرفون شنو اللي زين. صار انا ذاك. اكو بس مع الاسف اكو هواي اسامي انا ذاك يا رائد ما كانت تنذكر لسبب ما. انا ما ادري ليش من تقول انا ذاك اصدق بالسالفه راسا. الحاصل جيب الليف ود الليف، طبينا بالبيوت مال الكاظميه، طب اطلع. طبينا شايف بيوت الكاظميه تصير مثل يسمون بيها مكان يسمونه الدير. سامع شنو اللي يصير مصطلح بنص الدير؟ البيت اللي بنص يصير البيت بنص مثل البيت المنور فوق، مثل الجام ينفتح مثل القبر. الحوش. اذن ايه الحوش ايه ايه الف ايه. رحمه على والديك. طبينا مثل هذا البيت. زين. مثل هذا البيت طبينا جوا. عاد بوقتها اجى زار الخزرجه، تحياتنا الى ابو عمر. بوقتها كان الرئيس واقف قدامي قال على مود نريد نسوي غرفه عمليات، خطه شو حيصير بينا احنا مستقبلا. وبوقتها انضربت اوكي. القوه الجويه. حتى من انضربت القوه الجويه الجام مال الدير كله وقع، لان ضربه قريبه صارت قوه جويه تندل مكانها. وين مكان هالقوه الجويه؟ أه لا حرجتك. هسه راح اوصف لك اياها بالضبط، راح اوصف لك اياها. مكان القوه زين. الجويه قبل كان تدري وين؟ تجي من ايه السيديه الشارع التجاري، ايه مقابلك تصير من هنا
وين 4 شوارع المنصور منها بالجهه الثانيه، الزيتون، هاي المكانات هنا كانت القوه ها الجويه. من يم ساحة النسور. الف رحمه على والديك. والبيت والديك اللي زين. رحنا عليه اكو فرع تابع للقوه الجويه مقابله، هي هاي كانت غرفه العمليات. الضربه اجت بهذا المكان لان اكو كان واحد نادس بوقتها، قالت هي وقت كعلاسة بس بغداد، بالموضوع. ما بقت ولا محافظه، انتهت. اللي هذا رجع 84. العراق انا ذاك ترى اخوك ابن الناصريه ابو شاهين، انا اللي سويت الخطه. عود. ليش تستهزئ يا راجل؟ لا بس مو ما رجعت العراق هسه، مرجع فوج مرجع شيء، اني واكو ضباط عليها العتب، بس ما تطلع تذكر اسمي، ما تطلع. ايه. مو بيدهم اكو اجهزه امنيه، الميم خاء الميم نون السين راء، هذني ممنوع. هاي اكو دوله مبطنه بدوله، مو اكو هواي امور ما يعرفها الشعب. هاي لا ما القصه يدرون، انا اليوم هسه راح عرفت احكيها، منك. هسه تقريبا الكل نفسيته راح ترتاح، وراح يعرف يا ابو الله. شاهين شنو هو اللي جاي قصده من خلال هذا اللايف. يا الله. طبيت قلت لك بيت بي هذا الحوش يسمونه المنور ما ادري شنو اباوع. احنا كانوا يسمونه بالقياده ابو حمره، بس هو بالتلفزيون كانوا يسمونه عزه الدوري، احنا كنا نسميه ابو حمره. اي ايه ماشي علي. الرئيس قلت صح لي، صح. قال هاي الخطه وصار انسحاب تكتيكي وهذا، واحنا جايين علينا 33 دوله، شنو الخطه؟ قلت له اول خطه لازم احنا كقوه جويه، انا منصب ضابط طيار عقيد كنت، لازم ينطلق الطيران. قال احنا ما عندنا ولا طياره، قال احنا 900 طياره ما موجوده. قلت له وين الطيارات؟ باوع على عزت كان يقول له جاوبوا، كان عزت قال له والله سيدي ما ادري ما راح يرجعون. قلت له وين مد الطيارات ولك؟ زين. قال الطيارات مودين 900 مأمنين وين؟ بإيران بعد ما توقفت الحرب انذاك. ها على مود سمعنا الضرب حتى على انه تنضرب طيارات المواقع موجوده. والاسلحه قال طيارات لك انا شو اسوي؟ خلي امن الطيارات. قلت له انت شلون تامن الطيارات؟ انت شلون عند تامن عدوك. الطيارات؟ عند ناس احنا صار لنا وياهم حرب 8 سنين وما ينسى ثاروا، ايه. واليوم شاربك ازينه عزت ومالك علينا من راح تدري وين راح؟ وين؟ اكو مثل الدرج يصير، وين الحوش؟ اكو هنا مثل الدرج وتجي عليه مكرم السامع جوا الدرج تصير التواليت وبيها الباب الحديد اللي بيها شبابيك 2 ما بيهن جام. زين. صارت ضربه وقع الجام كله، كان يطب زين. التواليت قفل الباب، كان مد ايدي من الباب طلعت. جاي تضحك يا والله، جاي قلبي. تستهزئ. يا يوم الحركه مديت ايدك من الجام جريت دانه. من الجام جريت اذانه كان يسوي لا 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 ابو شاهين راح تشلع. قلت له اطلع شاربك زينه ولا كنت احنا 8 سنين حرب وياهم تضم الطيارات هناك شلون انت؟ قتلتني والله. سالت الرئيس قلت له الله هيك؟ قال يعطيك. هم قالوا لي بوقتها، قال احنا مو وقت مشاكل هسه، لازم نسوي خطه نحل الموضوع. انتم منو كان دائما يتدخل بيناتكم من تتعارك في عزت؟ نزار الخزرج ابو عمر تحياتي له، هسه هو لا خاطر يمك؟ صديقي انا يعني انا تدري من ايش وقت صار صديقي؟ يعني صار صديقي تدري من ايش وقت؟ ايه. بالانتفاضه بالناصريه حصروه بالناصريه، حتى بوقتها صوب ابنه احمد، زين. وانا سويت اللي انت؟ طلع انا اللي طلعته من هناك. قلت لهم هذا ضابط عسكري والجيش مؤسسه مرتبطه بالدوله، ما لها شغله بالسياسه. وهذا الكلام فعلا اليوم الجيش اليوم مرتبط اللي. بالدوله، ما له شغله بالسياسه. حكومه تتغير بس يبقى الجيش سور الوطن. بالضبط. قالوا كل عاد وزاراتنا كل آل وزاراتنا. جويبر بوقتها، تحياتي لآل جويبر، الطار اللي بالناصريه يسموها الطار، حياتنا. منطقه الطار، قرمه زين. بن سعيد. قال عمي ابن الناصريه هاي الخاطرك يلا خذ روح. حطيته مرسيدس ذهبيه قبق اسود وطبيت بيه لبغداد. حتى بوقتها طبيت عليه للغرفه لقيته جاي قاتل، قلت له قوم اطلع. قال انا نزار ما حد يطلعني، يعني لو انتصر لو اموت. قلت له ولك ايش تنتصر شو تموت؟ غير الدنيا مقلوبه عليك بالناصريه. قال له ابو شاهين جاك بعد راح ينقذك اطلع. قال والله يابا قال والله والنعم منك يا ابن الناصريه بوقتها. من يومها صارت علاقتكم. اي وصار صديقي وطلع مصوب. شويه فلاش باك، رجع لي على عزت، مديت ايدك جريته مديت من ايدي جريته مني ذا، انا اقول لا لا ذاني راح يشتغل سيده. قلت له الابراس شلون اضم الطيارات دي؟
يا ربي، بالقران كنت محتاج اضحك. ايه الابرص. اي قلت له الابرص شاربك زين اليوم، منو لك انت قال لك تضم الطيارات بايران تتصرف من يمك؟ ايه لا تصرف شخصي هذا. اي في رباط السالفه اللي رد المخالف وزجر غيره، احنا يا بحاله ريت. حرب والطيارات ما رجعت، تريد ايمن حسين جاي ياكل وما يطي انذار احمر يا رائد. والهدف كله على مود ما يصعد العراق بطوله ويا ايران ويخسر ضده. زين هذا السؤال، شلون ايران موجودين وحكم يحكم ايراني؟ ها؟ شلون منتخب ايران موجودين والفيفا تخلي حكم ايراني يتحكم بمصير المنتخبات ومن يلاقي ايران باكر عقبه؟ اي هو سوى السيستم رتبه، قال لك العراق شرس ضد ايران راح يخسرها، فخل اطلع العراق والاردن عبره مشي، لان الفريق الايراني قوي احكي لك صراحه، ومن هسه راح اقول لك طبعا ايران طبعا. راح تفوز على الاردن شوف 3-2. الرياضه واحد عن المحبه والكره اي وهاي التفاصيل. ايران فريق قوي، منتخب قوي منتخب ايران. منتخب قوي، اي بس منتخب لو لاقين قوي العراق لا نحكي والله صراحه. نجلدهم، اقسم بالله نجلدهم. العراق يجلدهم، بس قال لك انا هذا اليوم اللي يريد يجلدني خل ابعده واقدر عليه، اني مخطط اقدر عليه. تخطيط مو هو من ايام كسرى مو هسه. يا ولد تاريخ انت. بس ابو شاهين، يعني انت ذا بال 84 عقيد، انت شنو تنين البكر ايش قد قاعد شلون بعدك شاب؟ مو انا سويت عمليه بجهاز الميم خاء. ها شنو هاي؟ ها قلت عليها مال تبديل الوجه، اي مال عمليه نفس تبديل الفيلم الوجه. مال جون ترافولتا. اي اني الشكل القديم يعرفونه بس اهل الحله، تحياتنا لاهل الحله الابطال وخاصه منطقه الشفل. تشفل بالنجف. هي نجف حله بالوسط بيناتهم اللي صاير، يلا هي منطقه حدوديه. الحاصل في يوم من الايام كنت طالع للناصريه بطياره سمتيه جناح ثابت يسموها سنز 21 اذا سامع بيها. اي سامع بيها. فاني بالطياره كنت راجع من الواجب من القاعده من قاعده الحبانيه، مريت على بغداد وطلعت بوجهي قلت خل اروح بالطياره، هسه هي مال سياره بطريق بعيد. اي والطياره كانت تظل يمي، يعني اطبقها بقاعده الامام يعني شوكت اي تقدر بالناصر تلفت وتطلع اطبقها شوكت بقاعده يعجبك. الامام علي واروح للبيت ذاك وين بيتنا يم القاعده قريب. زين ما كنت اتحرك انا حتى بوقتها بيت خربيط، جو على صدام حسين قال له اريد طياره، قال اتقوا الله يا ال خربيط. صح بوقت والله صح. اعرفه من مشهورة. عندهم محمد خربيط، تحياتنا له، هسه هو بالدنمارك السئله. تحياتنا. اي الحاصل فانا كانت الطياره دائما تظل يمه، حتى هو قال له لعد ابو شاهين مو عنده طياره، قال له ابو شاهين ضابط طياره انت منو؟ انسان مدني ما يصير تطير طياره، قال له ازدحام، قال له لا ما عندنا احنا بوقتها ببغداد غير البرازيلي والمسكوفي يجي بالحله كانت ما البرازيلي. بغداد كلها كان بيها 200 والسوبر سيارة. كلها عند التجار والاولدز عند الضباط بعد. قال له شنو السيارات مو هسه مثل الازدحام اللي موجود حاليا. لا وين ماكو مقارنة. الحاصل رائد انا راجع انقلبت الدنيا، المخابرات الجويه الجو احترق. وهاي القصه لها عنوان اسمها عركه سوق القصاصيب. حلو. اكو هناك مصلخ بالحله سوق القصاصيب، اي متضاربين بيناتهم قصاصيب بالقامات، دقوم 2 ثيران شردن. زين. شردن ثيران طبا بالسوق، يا اهل شوفن وثور تعال شو تسيطر عليه. زين هو قصاب أي. عود يحط له حبل، عود يلزمه، عود يشد قرنه يلا يذبه. زين كيفما انت اليوم حبيبي لوريته رحم الله والديك جزاك الله خير. الحاصل زين انت قصاب، هذا ثور هايج. زين. وكانت بوقتها اول يوم العيد والقصاصيب اهل الحله بذاك الوقت كلهم لابسين احمر، والثور تخبل من اللون الاحمر رائد. طبعا عدوه بعد. اي فما إيه. ضبطت وياهم، طلعوا على الثور بالقامات ما يسيطرون عليه، الثور يطب منا يطلع منا، طب منا يطلع منا، وين بسوق القصاصيب بالحله. انا قلت لك جيت عبرت الشفل انقلبت الدنيا، المخابرات الجويه القاعده كلها تنادي ابو شاهين ابو شاهين هل تسمعني؟ اجيبه بالانجليزي ذا سيفلايزيشن تو ورك ريزيدنت كله بالانجليزي رائد. الدنيا انقلبت عليه. زين.
شكو، رفعت انا الجهاز قلت له شكو، قال محافظ الحله يقول ما حد يسيطر ويلزم الثيران غير ابو شاهين، ابو ولا باب شاهين. الطياره مرشحين غير ابو شاهين نريده هو اللي يفك هاي الازمه، لان بوقتها يا رائد حتى اكو بنيه خطيه كانت يعني مشتريه شغلات للعيد وماتت الله يرحمها. الله يرحمه. نطحها بس ابو الثور. شاهين شعباك العراق ما بيضابط غيرك، اي مشكله الا انت تحلها. لان انا كنت احد ابواب الدوله العميقه انذاك. ماكو ضابط بالعراق، ما الرئيس كان يتحرك اذا مو انا اوقع ما يقدر يتحرك. وحق هاي المنيه علي وعلى عافيتي. صدقت. تريد احلف لك بعد وحق هذا البوست لا 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 لا, لا. وحق هذا وانا شاب ومريض علي وعلى عافيتي، واي واحد عنده شيء خليه يجي القران يقول انا اقول له انا كذاب. مو يا اخي جيش شي يصير ابو شاهين؟ الو ابو شاهين تعال على هذا الموضوع. ما كانت اكو تكتيك، احنا كنا نشتغل التعب بالك اللي يطلع بالتلفزيون هذا كان حاطينه بس هيجي كبش فداء، شو اقول لك فلان الفلاني حلتاني الحلتاني، بس اكو ناس كانت تسهر الليالي وتشتغل على ثبات الوضع. واحد الابواب الكبيره انا ذاك ترى اخوك ابن الناصريه. كفو هاي صديقي ضابط. ي- شكون ذار يدزون عليه يقول ابو شاهين مثلي. اي يعني ما لازم يدزون على واحد. يعني ارجو من عندك ومن كل المتابعين الطيبين ان ياخذون الموضوع ترى على محمل الجد يا شباب. لا 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 يعني اسف اذا دا اضحك، بس ترى يعني وياك انا مقتنع يعني الله يحفظك اللي أحمد تقوله. الله. الله يحفظك. الحاصل انا قلت لك جيت بالطياره الجناح الثابت اباوع فوق الحله، تحياتنا لاهل الحله الطيبين. رائد انا اباوع عليه ثر 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 ايش تسوي الطياره؟ اباوع الدنيا مقلوبه، القصاصيب تركض بالقاموس. شو تسوي؟ الطياره شو تسوي؟ المروحه مالتها جناح ثابت تضرب، يعني ما يضربها الهواء تظل بس تفتر بنفس المكان. ايش تسوي الصوت ثر شلون؟ ثر 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 ثر. يا الله يعطيك ويوفقك والله الله يحفظك. العظيم. رحم الله والديك لا والله تدلل. العظيم. هاي صناديق كل سود الكلمة رائد محتاج لازم أضحك. يعني الشعب يعرفوا كمل. هذا الشيء. اليوم نستاهل نضحك. اي ضايجين. اي الحاصل قلت لك اباوع انا وعيد، وهذا اللي كانت بوقتها الشباب لابسين موديل هذا البطروني اللي يجي من جوا حجل ومن فوق يكونه 3 مرات من هنا، اباوع عليهم خطيه من فوق يا اخي عريضه. وذاك زين. اليوم سوق القصاصيب مال الحله كلها لابسه احمر والثور السودن واثنين ثيران مو واحد. اوف. انا استلمت النداء قلت له شنو المشكله؟ قال حافظ الحله يقول غير ابن الناصريه ابو شاهين نرجو من عنده زين. السيطره على الوضع. اي زين انت شو تباوع؟ انا قلت لك انا اول شيء اجس النبض اباوع اني على السوق مال الحله، تحياتنا لاهل الحله الطيبين. هاي وين باب الحسين، حي نادر، هاي المناطق ماكو معامل الخياطه الاخضر اهل الحله بعد هذا المعمل موجود. ما شاء الله. دا يكتبون والله دا يكتبون هالحله بالتعليقات. يقول الحاصل الدنيا مقلوبه كلنا حافظها. وقت لحد الان اتذكر شو مشغلين اغنيه أي. مال حاتم العراقي كل الشعب محتفلين حتى الاطفال الحلوين. هاي كانت بوقتها مشغليها اول يوم العيد. زين. انا باوع من الطياره رائد اباوع العالم الدنيا مقلوبه والثور يفتر يلوب 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 يلوب. قلت انا شو اسوي؟ عندنا ذني يسموها الابكار، ابكار الانقاذ. هاي تجي بالجناح الثابت مثل السايد بريك مال السياره، بكره دوس الدقمه تنزل ينزلون من عند هذول مال كانوا ينزلون تتذكر شادين بظهرهم اعلام عراقيه مال انزال مال ذول جماعه. حلو ذا انزال اي مال انزالات. نبيكم سبا ولد سبا وكل شعب تمرن عليكم. هذول كان الذنه مالاتهم والابكار تابعه لهم. البكره يجي واير عريض، اي هذا الواير الكيبل مال الوطني شايفه؟ زين. باوعت انا قنصت لك على الثور، شفت انحصر وين اكو سوق خطيه عجوز لحد الان اتذكر مفوطه جت تبيع خضره مسكينه. يا عم. صاحت يبو الثور وين واقف بصفها. انا راسا دست البكره نزلت الجامع مال الطياره، دست البكره كان اضرب الثور، ارد اشلب بالثور قام يجدح الكابل. ليش؟ انضرب بالواير مال الوطني تي 3 وايرات. اوف على السريع انا لابس جفوف شلبت بالستيرن مال الطياره ظليت امايل بيها امايل بيها هيك ارد افصله قامت تنتل الطياره. زين. انت ما نتلت؟ لا انا لابس مال الطيارين وجفوف شلون النتل. حلو. الحاصل بس هديته هيك سحبت دست الدقمه
طلعت البكره اللي فوق كان اقنص، شفت العجوز خطيه شردت، طبت وين المعامل مال الخياطه، عجوز من اهل الحله وطبت وين المعامل مال الخياطه شردت، بقى الثور هيك يسوي يراوح ماكو واحد قدامه، بس البسطيه مال الخضره رائد. كان اشيل الحبل منه انا باوعت هيجي محمد يا علي دب، كان اذبه وانا علقه بالقرن مالته، كان راسا دستها، كان يصعد الثور اباوع علي تعلقت يديه ورجليه هيجي، لك عاش. رفعته من قرنه، زين. صار قدامي هيك اربعه اباوع علي بالجامه مال الطياره شلون تعلق خطيه، قام يشاوط هيك يسوي، فريت الطياره واحده اثنين ثلاثه وكان اعدلها، قام هو يفتر بالجو، كان انا انزل الطياره على كيف كان اربطه بالتيل وربطته بالتيل، جو القصاصي وكلبوا بي. الف رحمه على والديك ابن الناصريه نقل. انت كان قبل لقبك قبل ابن الناصريه مو ابو شاهين؟ ابو شاهين، لا يسمونه كانوا شاهين واحد، ناس يسمينه صقر واحد، بس انا المعرف الاسم المعرف. زين هذا ثور، والثاني؟ الثاني شرد. حسن تعال هذا حظه شلون مالك. تلزمه؟ اي حسن حظه هذا. ظليت ورا هذا الله كتب له حياه جديده يمكن. لا انا عندي امر اثنين لازم الزمهن، اقول لك مو عيد، انقلب عزة، بنيه ماتت، الدنيا انقلبت، اهل الحله كلهم يرقدون، وصلوا لا ثار بابل والثور وراهم. زين. الحاصل طرت وراه كان يطب بسوق المسقف. زين انت طياره شلون تنزل بالسوق؟ صعب هاي، ما تقدر. ظليت مقنص بالطياره وراه، اخر شيء نزلت الجامعه، صحت على الشباب من الحله، قلت لهم من هناك حصروه، تعالوا عليه موجه من ذيك الجهه مال السوق، بس يطلع لي انا انزل عليه بالطياره اصير قدامهم وهو سوق مسقف، تجي سقف، قلت لكم منها فتحه ومنها فتحه بيبان السوق. خوش احكي. قلت لهم انتوا اركضوا من هناك، بس يقبل علي انا راح احصره بالطياره، لا كلش اضربه بالبتشم مال الطياره، ثقيله الطياره، انا منزلها، قلت لك جناح ثابت اتحكم بيها، منزلها عن القاع هيك رائد. ما شاء الله عليك. زين كيف ما سوق التعالي، سوق عالي والعالي الله. الحاصل اجى الحاصل، تبي تقول الحاصل؟ قبل عليه ثور، انا راسا جيت عليه بالطياره بس سويت فر 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 فر. كان شو يسوي هيك دنك، كان يسوي هذا عتوي هذا. لا قال راح اروح يم التيل ابو شاهين. منو قال؟ الثور. وانا كنت بالحديقه مال عدي، يعني مدرب مال حيتان واسود وعرف. بس يعني هاي لغه يعني عندك لغه وياه شنو؟ اي هو سوى ها راجع تستهزئ احسك. لا بتونس والله بتونس. ما اقول لك انا مدرب مال اسود وفهود. انا اسف الحاصل حصرته، قلت له يلا ولك لا شاربك زينه، كان يروح يم ذاك صاحبه الزمول القصاصي بوقتها الدنيا انقلبت، حتى بوقتها اول اغنيه نزلت من سعد الحله عليه كان يقصدني بيها. ابو خالد يا اغنيه الف رحمه على روحه، خاف اغنيها وتنزل دمعتي. بالله عليك تغنيها. قطرت اوتار قلبي بالخصام، شلون ازف لك بات لحن الغرام، هدبتني كان هيك ابو شاهين على الدنيا السلام. بس هم شالوه من عندها اسم ابو شاهين، مو قلت لك مع الاسف بذاك الوقت. هاي شنو بدايتها؟ بداية هاي الاغنيه شنو؟ قطعت اوتار قلبي بالخصام. ذيك ذكرتني باغنيه. المهم نرجع على سعدي بعدين. هي هاي القصه سيطرت على الموقف. اقول لك شلون نلقى ناصر لوبير هسه؟ ناصر حزين. حكيتوا؟ رائد لازم انا يعني اسوي تحيه لك، لان انت من جيت ما حييتك، انا كنت ما حيتني. اليوم التحيه احنا اجلناها على مود الناس مقهور على المنتخب الوطني. لا احلى تحيه اليوم، على شنو مقهور؟ اليوم يراد لنا احلى تحيه، واليوم تحيه تختلف اليوم حتى خشبه بينا. ابو شاهين اليوم يراد لنا جست ويا اثنين ايرانيين نجلدهم. اتركهم اردنيين. اتركهم. انا هسه راح انزل تبريكه ويستاهلون الاردنيين الفوز، لان انا انسان دبلوماسي
اي انا عندي روح رياضيه هاي. بس خل ادز الناصر اشوف. هو الشعب الاردني، الشعب العراقي لو فايز اليوم ما يفرح بالفوز؟ لا والله انا بذي الساعه حتى من حكيت هنينا المنتخب الاردني ما له علاقه، ومنتخب يريد يفوز يعني. اي احنا منتخب مشكلتنا ويا الحكم. تريد تصير مشكلتنا. وصارت. بس خل ادز لابو نهار اشوفه موجود ثواني اسف. حبيبي حسين سجاد البطل، احلى اهل الحله الطيبين. الله الله شباب. الله الله شباب. احلى حيدر الهلالي، تحيه والف تحيه. الواحد عراق، الشاعر الكبير المبدع رائد ابو فتيان، الله يحفظك. تحيه والف تحيه. الكل الموجودين باللايف، كنت واياكم في لايف ابو شاهين خادم المظلومين 469. والله انه الشباب دي يتقربون على الستيج ابو شاهين احكي لنا معهم. يا وي اي الله الله ركز ابيك. الشباب دي يتقربون على الستيج ابو شاهين احكي لهم يرجعون. علي الجبوري. رائد ما سمعك. اقول لك الشباب دي يتقربون على الستيج رجعهم شويه. اي راح اطب انا، ترى طاب اليوم استديو مسوي كامل. يلا شدوا العزم شباب، تكبيساتكم خلي يصعد اللايف. شباب بس شوي ارجع لي وصلتوا ورا، لا مره شباب. فصتك مو ريحه ابطك زرفه بلعومي. اعطيني صدى. تحيه والف تحيه الرائد ابو فتيان. هان كما حضر صاحب الأورك وصاحب الأنامل الذهبية المبدع علي أبو عاجة. حجية رجع فدوى روح لك ليش تبكين؟ عرس هذا مو فاتحة درج. يا وي اي لي يا يما الله يعطيك الصحة والعافية. احلى اس علي الجبوري. الله ابو سيلين. خوان شباب خوان اي لا تامن بهالوقت خوان يا يما. والله حلو بالله عليك، هذا تغنيه صدق مو تحشيش. ابا خوان لا وقلنا لك هذا صدق. شباب لا تامن بهالوقت خوان وهمت يا يما. متى تحية والف تحية نركز ابيك. هلا شباب الكويت. منتظر المايسترو. يوجد كل ما هو جديد في لايف ابو شاهين خادم المظلومين. الهدف من اللايف زرع الابتسامة على وجه المواطن البسيط. والله والنعم. راد يقول منشار دخذ وانطي وصير وياي منشار. يقول دخذ وانطي وصير وياي. منشاير ومثل منشد عليك نشيد علي.
احلى ركز. تحيات هلا تحيات للجمهور، تحيات للجمهور، أحلى هيئة تحيات هلال للموجودين. البطل. هلا شباب. البستة لا تطول. يقول اموت عليك ثم احيا، وكم احيا عليك وكم اموت. الو. اموت عليك ثم احيا، وكم احيا عليك وكم اموت. انا اول من رسم بالشوق واحيا، حفظ حرمة حبيبه وستر وحياك. اموت عليك ثم اموت وحيا يا يما. حجي يا رجع فدوى اروح لك مو عصرتي قلبي. حبيب الحاج ارجع اساليك جوا القلوب. طلعت الدعاية خربت كل شيء. خربطوا الغزل ها؟ خربطوا خطية ناصر حزين اليوم. احلى حاكين والله انا وياه. حكيتوا لو لا؟ اي الصبح كنا نحكي انا وياه. عندهم ضيوف اليوم. يعني ما يبث اليوم؟ ما يبث؟ رايد؟ ما يبث؟ والله ما اعرف. هسه عندنا شنو راح نسوي البستة خطية شباب، عندنا هواي شباب. اي البستة طولت بيها. لا اي الموال خلص. هسه بعد عندنا شباب خطية. شايف هذا اللي بالحفلة اول واحد يجي قدام الكاميرا يرقص؟ هذا ثابت. هذا هيك صايرين هسه. صباح الخياط. هيك صايرين يدللون علينا. منا افتح هاي الجولة لحد ما تخلص هاي الجولة نبي نطبق موضوع ثاني. يلا مفتوحة. احلى رائد. لا تضوج يا معود. لا والله كلها قابة على المنتخب خطية. هم قصروا مساكين. سووا اللي يقدرون يسوونه خلص. والله انا اليوم فرحان. طلعتها من صدري. والله. يلا ها اليوم كلش راح تطلع اقوى بعد. الله شباب. تحية وألف تحية الكل الموجودين. يلا شباب بوساتكم لللايف صعدوا. صدق ما عرف دقل شلون شف الثار انت العزيز الغايب سنين، ومن كثر الدمع ما شافت الله شباب. احلى ركز ابيك. تحية والف تحية دولة الكويت. شد الله حبيبتي. هاي هنا التراب يصعد. الجيه ما يصير بنص العالم. رجعي ادري مثل ولدك. رجعي الجيه جاي تسوي. الله ابو شاهين ما تفوته سالفه. اس احلى المهندس. احلى حيدر الهلالي. احلى مستر جعفر. احلى صبا. احلى علي سيكو ملك الدولار. الله سوزان الكرديه. الله يوسف ابو يعقوب. احلى سيفان. الله الشباب. احلى ركز ابيك.
احلى الياس. الله الله الياس ملك الاسود. احلى لوريتا ملكة الدولار. احلى ركز ابيك راد، راح اطلع حفلات بعد، راح اغير محتوى. جت بيدك. الله 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 شباب. احلى الياس. احلى ركز سوي ابيك. لنا صدق ما عرفتك من البدايه ابو شاهين. الله الله صدق ما شباب. عرفتك. طياراتك ركز ابيك الغاشد. احلى مروان. احلى نور. مثار انت العزيز الغايب سنين، من كثر الدميد ما شافت لك. احلى احمد. احلى احمد عزيز. احلى يوسف ابو يعقوب. الله الله ابو يعقوب. احلى وسام. الله الله شباب. احلى امير الشيخ. عافيه شباب. حرقه واللايف حرق عمي. دا شوف دا شوف. اليوم للصبح حتى شاحنه جايب. ابو شاهين هنا كانت قمصان حرير ذيك حفلات. حبيبي رائد. كانت بهالحفلات اللي ترند القمصان الحرير ابو الوجه. إيه. تدري مره من المرات جابوا اكو مغني عراقي خطيه توفى رحمه الله على روح، اذا تعرفه. منو؟ قاسم ابو عامر؟ لا عبد الامير العماره، مره جا لابس قميص احمر. حلو عبد الامير ترى. اي انا حافظ عبد الامير العماره كاسيت كامل. لا مستحيل. يا هي تريد. تفاجئني بثقافتك الموسيقيه، يعني يا مطرب اقول لك بيه ما شاء الله. اي اغني لك بس عبد الامير. هاني القرناوي ما اعتقد يعني عندك شيء. بس قل لي تريد عبد الامير؟ اذا ضبطت عبد الامير الفتلاوي والله. العماري. العماري العفو. أي. يعني انت كبير والله. يعني تبصم عليها بالعشرة قدام 50,000 شخص؟ باعاني عندي مطربين اختبرتك بيهم كلهم أي. تجاوزت الاختبار. اذا هسه سويت عبد الامير العماري ويبقى عندك هاني القرناوي ما اختبرك بيه اليوم، اختبرك بيه غير يوم. راح اسوي بعد لك أنت عبد شنو؟ الامير بشرط وبدون موسيقى. شنو؟ يعني انت ختمت اذا. خلص. اي. يا هي. يا من هواه وعزه فأذلني. الله. يا من هواه وعزه فأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني. لك عاش. واصلتني حتى ملكت حشاشتي، ورجعت من بعد الوصال هجرتني. فلا زين. بعدن على الطريق واشتكي واقول مظلوما، وانت وانت ظلمتني. الذي ظلمتني. منشار دخذ وانطي رائد وصير وياي منشار، ومثل منشد عليك انشد علي. هلا هلا. انا بيا من التعب طولك الف ورقة عنب وردة قربك بالتهج وروح سباحة. بالحلم ختي لنلعب، بالحلم ختي لنلعب، بالحلم ختي لنلعب وانت بحساب الورد، لانك ورد من لازمة تتعب يلي نايم على طولك. يلي نايم على طولك تشتعل كم خرزة ليل وخرزة كهرب وخرزة كهرب. خرزة كهرب. والعب العب 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 عيني العب عليك عليك الحمزة بحزامي انت العب. الحمزة بحزامي نلعب. انا يا ابوي يا ابوي يا ابوي. الله الله.
على اخوي على اخوي على اخوي ولا مرتاح بس عيني على اخوي بكت عيني وعين عيني على وعين اخوي امي. اباوع وانشد الوادم على اخوي على ورد الله ضاع الحكي. ضاعت ولحمتها. قالت انحسدت والله ضاعت. شفت شلون لحيم على السريع ولدي. ابو شاهين، ابو إيه. شاهين ايام الحفلات كان عندنا شاعر ما اريد اذكر اسمه، اي شاعر كبير بالعمر، اي والمطرب هم ما اريد اذكر اسمه. اتذكرها حفله بالشارع، وراح اللحن كله. لا 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 لاقى سكران يريد يرقص، روح إيه. طالع. المطرب طول بالموال، اي ظل ربع ساعة يجيب الموال منه ويرجع منه. هذا سكران طقت روح لزمه من ياخته، قال له تبست لا موتك من كذا. قال له بست. يخلصني هسه ولا هاي ضاعت كلمتين راح الخطيه. عبد الامير مات ضاعت كلمات. شباب البستة يعني من يغني ورا الموال، بس اي موال وراها هاي. لزمه منه لده. قال له تبست لا موتك. يريد يرقص طاق روحه كان في البطرون وتحضر. رائد نريد من عندك شعر. يلا والله ضروري يعني شعر قوي. تعطلنا على الناس. مش ها الموسيقى خلي بس. ابو شاهين، فتحت واحد من صناديقك ولازم لزمه عليك هسه، دير بالك تحكي. وانا هم فتحت واحد من صناديقك ولازم لزمه عليك. اول مهرجان بالحله تتذكره؟ اول مهرجان بالحله كان في عريان السيد خلف. بعد ما رجع بالحله. اول مهرجان لك هذا تهديد، هذا تهديد. اول واحد لك بالحله بيوم الاهل الحله قالوا لك باد، قلت لا انا راجع لبغداد. طبعا. ذكرته؟ يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. ضاع. انت لمست الخطر قمت تهدد. انا ما علي خالك على سك، انا ما علي. عادي، انا العراق كله خوالي. العراق كله عمامي وخوالي وشبيهي وابوي وامي كل الشعب. انا ما علي خالك على. وانا مرتاح بالمحتوى اللي عندي، حتى لا احكي صدق ما حد يصدق. شلون بلعبه المنتخب؟ قلت لي قابل اكذب عليك راح تصدق؟ قلت لك علب هاي يلا انت يعني انت وناصر من اقول لك اصعد بالله بقول انا كذاب. شنو الغريب من الموضوع تقولون تراهنون وياه على هذا الاساس؟ يا يمه. لو بدي ارجع ساعتي. اي خلينا نشوف شيردون يا قصيده. شباب اكتب القصيده اللي تريدها، اكتب باللايف مال رائد، لا تجي تكتب لي على الويس اب اسوي لي بشتيلك مال بيتزا كل شويه تردون طلبيه. باللايف اكتب، الرجال ما يقصر. راجع لي لو بدي ارجع ساعتي. كلها تريد لو بدي ارجع ساعتي. اي والله صدق، والله المفروض نبدي للوطن اول شيء. شو تقول ابو شاهين؟ اي يستاهل الوطن، يستاهل دمع العين. اي والله نبدي لوحه للوطن. اي موسيقى عاليه لو زينه؟ شوي عليها. وقلهم ما طحت لسه النفس بي، عدت محنته وقمت على رجلي. الله. كل ايام وارجع موطن العشاق، ويشي بي حرب ما جيب طاريه. الله. اسجن شكو تاجر قشمر الاطفال، وسوى العابهم شرطه وحراميه. الله. بس خلي يروح الاعلان حتى اعيد من البدايه. اسف شباب. عيده وشوي على الصوت رائد. يلا بعد شوي شوي. الموسيقى هسه يمي كل علوة. هسه تعلى، هاي هي تعلى. حلو. قلهم ما طحت لسه النفس بي، عدت محنته وقمت على رجلي.
كل هيام وارجع موطن العشاق، ويشي بي حرب ما جيب طارية وسجن شكو تاجر قشمر الأطفال وسوى ألعابهم شرطة وحرامية. احنا لها على عناد اللي يكرهون الحياة والحب، بعدنا نحب ونسهر بيك ليلية. الله. وبعدنا من الشمال نودي مشيك راد إذا عدنا ولد حب وحدة عربية. الله. وخبرك بالجنوب السمر ما ينامون، أهل البصرة ما ينامون إذا عين الغريب تلوح تركية. الله. وبعدنا ترابك نحطه بجنطنا متاع بالغربة نشمه ونحن للجية. الله. بغداد ومحبتي من الله لك تفصال، يا مصيار عود وملح سباحة. أمان الغربة بس الضيمة اشتاقيت الدامن على الوجع يستغرب الراحة. الله. هاي الناس يمشي بدمهم الصحراء وورد جغاثهم، لأن الله فلاحة اللي يكرهون الخضار شرادة ويغيرون. أنا ابنك البدو الشايفك واحة، أنا الطير الخذان السحر اللي بجاريك. انصاد ونسى شلون يحرك جناحه، أنا الظاهرت والقاتلت والمات. أنا الطيب لنقط لجلك وكاحة، أنا القاضيها ألهث حتى ما تطيحين. أنا لو لازمك لو لازم صفاحة. الله. لك ما بين هاي البشر مهضوم أحس بس أنا من شعبك ينكتل ها قد ألف بالسنة. كم واحد يحب علي لو ردعت بالسنة يمكن عددهم يصل حتى العدد شيعته. الله. وشيعي على سن جبل قل الجبل، شيعته ما تحب الوطن لا ناسبت شيعته بالماس. لحم الوطن وبلحمهن كرد، الله. وانكتب شيعة وسنة ناتجها يطلع كرد. والرايد التفرقة نهدي له جملة كرد كردية، شيعة خذت خلفوا كومة سنة. الله. الله. صح الله لسانك عليك يا عمري، لسانك يا عمري مبدع. يا عمري. شكرا حبيبي لؤي. بكر ابو تراب، ركز ابي، كل الموجودين على راسي رحم الله والديكم ما قصرت. والله ممنون من كل الحاضرين، ممنون من الكل والله، الكبس الشير كل الموجودين. مبدع مبدع، ممنون. مقلوبه قلب عليك هنا رائع. نايم فدوى عيونك، ركز بيك سعد كوثر لؤي كل الموجودين. ممنون ممنون جدا. بعد وحده قويه رائد، كمل روح استمر. اشغل لك من الدي جي، عندي موسيقى. عندك موسيقى؟ عندي دي جي انا، بس قل لي شو اسم الموسيقى. يلا موسيقى. الموسيقى ما كانت زينة؟ موسيقى رائد ابو فتيان. اكتب موسيقى شعر، اكتب عندما يكون العتاب عزفا. Ob 1, 3 oder 7 Tage لحظه، ما انا warten. عندي دي جي كبير اليوم جايب يلا. وشاحنه. يلا. والله عمي اليوم لاعب لعبة، اليوم اريد اونس صدق. الشعب اليوم، مستعد صدق ناوي اظل الصبح تونس بالذات. العالم، صدق ناوي تونس العالم اليوم. جماعتنا ماكو لا عمار لا ناصر. هاي رائد. الله 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 الله. هاي ايه بعد عليه. لا زينة زينة. شوية نصي شوية حتى اقرب راحتي ما اعلي صوتي. شوية نصي شوية. ايه هاي طلب متابعيك، تقولوا لو بيد ارجع ساعتي وين ارجع الياس اطفى. والله بقفر بيها لما ترجع بشر ما اعرفه، وانهي العلاقة من العرق قبل الدمع والونة. لك مو انت بالواقع كذب واقضيها انا اتمنى، من اولها ما انطي وجه. واوصيك لا تدوس انتبه، مرات سهلة تطب قلب بس صعبة تطلع منه. يل طيحتني من وقت انا على مودك كذبت، نام انت ويطبني سهر واتقلب وما اخفى. الزين من يحلف كذب تطلع وياه الحلفة. الله. مغبون احس بعشرتك
ابو شاهين والنعم. يقول مغبون احس بعشرتك والقلب طافح همه، شي يصير اللي يودع ابو ما يلقى خير بعمه. الله. دافعت عن كذبك رغم لاحظ عيوبك لعمه، قالوا لي عنك مو حلو قلت لهم اعشق دمه، لا من نصحك تنتصح لا يدخل براسك شرح، هو انت توقع على الجرح بس مو طيبة لجمه. الله الله يا مبدع. كنت ادري ما نبقى سوى دمعه ويا ضحكه شفه، الجنازه من تمشي بدرب يندار وجه الزفه. حرامات انقطع. صوتي ابو شاهين صوتك راح. اسطعنات العزاز. ارجع راح صوتك، اي راح صوتك مو صوتي، ما ادري وين المشكله. من عندك، لا من عندك جاك اتصال والله ما اعرف. لا لا ما جاني اتصال. المهم ابو شاهين كنت ادري ما نبقى سوا، دمعه ويا ضحكه شفه، الجنازه من تمشي بدرب يندار وجه الزفه. الله. مو حقي لو رد الوقت ابتلي بذيك الصدفه، ولعن ابو ذاك الدرب اللي جابك تشل احوالي. الله. تلاقينا غربه وبس جزت عينك لقيتك غالي، الله. من يومها ومن ما تجي القاك جاي ببالي، وعيوني مو من الدمع من الاحساس تلالي، يسموني خالي ومو كذب بس ياهل يحب من صدق غير ابو القلب الخالي. اي والله. لك من بابا موت بغيبتك ومن بابا موت بجيتك، ولليوم ما ادري ايش تنحسب محبوبي لو شتالي. يا المام قيمني عدل يا المام ثمن افعالي، تدرش كبرها مقابلك وادري الفراق احلالي. الله. ومو كلها تنذل بالبكي ولا كلها تشبه حالي، بكي المسافر بي نفع وبكي الطفل على الام طبع، بس انت نزلت الدمع منه بالخشم العالي. الله. لك بالعافيه بالعافيه وقلب القوي شافك وجدت الرجفه، وهايل على خدودك ترى مو شامه نقطه ضعفه. الله. ولا قاضي ينصب محكمه ويحاكم العافونه، ولا ام تقلك عند ابن شح بسواد عيونه. اي والله. يومك بدوني يمر حلو بس ثاني يوم شلونه، يوم بدونك بينقص والفين ما يكملونه. الله. زين انت تدري الحب صدق ضحكة شفافة تخونه، وحتى اغاني هالوقت ممكن تبكي عيونه. بالدنيا كل من ينكتل ثاره هلا يردونه، بس اللي يحب ما حد له لا تخاف من ناسه وهلا، بالشوق لما ينكتل كل الخلق ينسونه. الله. يقول له غشيتني شقد كان بعيونك هلا، لما كنت ما اعرفك ومو ايد احز جنحاني لي، لما قعدت بصفك وديتني لكل التفاصيل اللي يحبها الحالم، وفزيت لانك واحد يكذب علي ويقول لي ظرفي وظرفك. لك آية لعيونك ولجروحك وسعة، هد نردد بروحي على أقرب دمعة، طلعت صوتي اللي كنت حكي لعيون تسمعه. صح كنت للجية وطن بس البكن يتعلمن، وخليها بابنك للزمن، مو كل شي بالروح انكسر يتصلح ويا الرجعة. لا والله. ولو بيدي ارجع ساعتي وين ارجع اليا صدفة، والله بقفر بيها لما ترجع بشر ما اعرفه. الله. الله عليك. صح لسانك. ما عليك زود ابو شاهين الذوب. الله يحفظك. شاعر كبير راد ابو فتيان. فدوى لعيونك. الله يحفظك. قاعد يكتبون ناصر شنو ناصر فتح؟ ما ادري والله، انا دزيت له على الواتساب حتى طلع لي صح واحد. مستحيل ناصر ما فاتح، لا متاكد انا ما فاتح.
لا كان دز قبل ما يفتح لان انا داز له. بس رايدين ناصر رايدين والله، دزيت له قلت له الناس دا تسال عليك وعلى عمار. ناصر اليوم عنده ضيوف جايين من شمر، تحياتنا القبيله الشمر. تحياتنا أبطال. كل شمر والله هو والنعم. ملتزم بالمجلس، تواصلت انا وياه الصبح قال ابو شاهين اليوم ما اقدر لان عنده ضيوف وعنده التزامات بالمجلس. كل انسان له ظروفه. الله بس يسعده. هو هو لازم تعرفون شوية هالفتره يخصص حق المتابعين عليه، لازم يعني. اي بس تعرف هو يعني بقطر هالفتره هواي يجون سعوديين عراقيين، اي فاكيد يعني بعد ملتزم ماك راح بالواجب اصير يعني. وحش. نريد قصيده على المكان اللي كانت بيه عالم هواي وهسه تحسه وحشه رائد. اي والله المكان اللي بيه ختمنا انا من اقصد المطر. بهذا كلامي على سوق واقف. اعرف هسه ماكو بعد، راح يشتاقون للعراقيين، يقول لك اليوم محلات معزله والله. اي ضايجين لين راحوا العراقيين. طبعا طبعا، العراقيين ملح الحياه. اي والله يخلوها وحشه. يعني تتصور الكره الارضيه ما بها عراقي. افا والله ما يبقى لك الالماني يظل يصيح اربع ست المانيا لو ما ابو شاهين من يعرفه؟ مرسيدس وابو شاهين المانيا عباره. المرسيدس والبي ام وابو شاهين اقول وابو لك. شاهين بس بي ام موجوده خوش وابو مسوي شاهين لك موجود. لما اشوف ستورياتك، خوش مسوي لك لما مال العراقيين ما محسسك بالغربه. لا والولد ابو اكثر عقال عليهم من الصبح لليل محلات الحلاقه هسه يعني. والله والله يجيبون اكل وهذا ويتصلون علي يقول تعال يا معود والله نفسيتنا تعبانه اليوم، انا كنت يوم والله ما احلى شيء. ايه عندي صديق من اهل اليوم من هذا الديوان بالديوانيه. ايه نفسيته تعبانه مسكين من الغربه. لا اي والله عنده محل والله مكنه، تحياتنا لكرار ديوانيه. بس يقول تحياتنا يقول لك احس الراف. رائد شايف هاي مرات الانسان يعني عنده الحمد لله مو يعني واحد ما ينكر نعمه رب العالمين، يعني مؤسس شغل بغير دوله وعنده فلوس والسياره واموره ماشيه عرفت، بس يقول ما متونس ضايج ما اعرف ايش بيه. ما مرتاح ترى، مو بالماده والله يا ابو شاهين. انا على هذا الاساس رائد يعني خاف تقول يعني اتقرب على محتواي لان انت شاعر كبير. انا اليوم كتبت قصيده متواضعه والله من خلال كتبت قصيده متواضعه من شنو خلال. تتقرب على مدى بعد؟ خل اقول لك فد شغله ابو شاهين قبل ما لا بوجودك حاليا انت اخوي عرفت، فد يعني ولا عيونك. استرخص من عندك قبل لا اقرا فد القصيده. ولا عيونك، كلك ذوق والله من ذوقك هذا. بس خلي ببالك انا اصلا احب الانسان اللي يكتب، يعني يكتب قصدي لو يفرغ بداخله انشاء قصه قصيده. انا كتبت كلش قصه أحب الإنسان قصيده اللي يكتب. متواضعه على كلمه كرار لان قال ما مرتاح. اي اخذنا الالهام رحت على صفحه وكتبتها، والقصيده راح اقراها بعد مع الموسيقى يلا يلا يا وطينا رايك بيها، اذا حلوه ولا مو حلوه هم والله جامد. ترى بالمناسبه القائك حلو يا ولد. الله يحفظك. فرائد يقول كرار ديوانيه يقول ايش وقت نرتاح؟ ايش وقت نرتاح كاف جراح. زين كرار ديوانيه يقول شباب يقول ايش وقت نرتاح كاف جراح، انكسر القفل وضاع حتى المفتاح. زين اتصلت على صلاح قلت له صلاح كرار ديوانيه يقول ايش وقت نرتاح؟ قال تتصل على فلاح. الله لا ينطيك، والله كنت مصدق. الله لا ينطيك والله كنت مصدق. شباب كرار ديوانيه يقول ايش وقت نرتاح كاف جراح. يا يمه يقولون والله حبيناها كمل. كمل والله انا متونس. اي خلاص. اتصلت على فلاح لو لا؟ اتصلت على فلاح قلت له كرار ديوانيه يقول ايش وقت نرتاح؟ قال تتصل على صلاح. زين اتصلت على صلاح قلت له صلاح اتصلت على فلاح يقول كرار ديوانيه ما مرتاح انكسر القفل وضاع حتى المفتاح ايش وقت نرتاح؟ قال قل له يقول صلاح علم ضوجك يقصد ان على ابو الجلابه حتى الراح دكافي يا فلاح دكافي يا صلاح دكافي يا فلاح دكافي يا صلاح. سلامتكم. انا عبالي صلاح راح يحولك على سماح والله.
تحياتنا لكل اصدقائك، والله محبوبين امانه. الله يحفظك، الله يحفظك. لا عندنا احنا جمعيه حيدر بن الغزاليه الجراج، ايه احلى جراج الحيدر غزاليه البطل. يعني عندنا واحد من الغزاليه هنا ملك الجراجات بهاي المنطقه. يعني شلون ملك الجراجات؟ يعني المان يشتغلون عنده عمال، وهو جاي هنا يعني ولد بلد يشتغل عنده عامل. هذا واحد يفتخر بيه كعراقي، عرفت شلون؟ فاتح يعني هيك اسم كبير قصدك هناك. إيه، اسم كبير ابو كرار يستاهل. ما شاء الله ابو ما شاء عباس الله. هو اسمه. إيه، عنده خالد. خالد إيه. شركه بي هنا، شركة بي ام. اذا تريد تروح تصلح سيارة بشركة بي ام، بس يفحصها على الكمبيوتر ياخذ منه 500 بس يشخص العطل. 500 إيه. يورو 500 يورو $600. حلو. عنده خالد ابن سليمانية البطل ابو الوليد، عنده كمبيوتر جابه، هذا اللي يفحصون بالسيارات. اشتغل بشركة بي ام فترة من الزمن، لقى في الشغلة من عندهم، هسه قام يفحص ب 200. الدنيا مقلوبة على خالد، ملك أوف. البي ام. اي والله ملك البي ام زين خالد. زين يحق له لو ما يحق له؟ حق، ما هو درس، مو اشتغل يمهم ودرس واخذ الشهاده وفتح مشروعه وحده. فالعالم يقول لك مكان ما اروح شركه بي ام بس يبحث 500 بعد ما مصلح، اشتري غراض من حيدر غزاليه واصلح يم خالد بنص السعر. يصير هي والتصليح، يصير هي والتصليح بسعر الفحص. ولا ربعنا ما شاء الله العراقي عليه. لو سرمت محل حلاقه، كرار ديوانيه محل حلاقه. ما شاء الله ما شاء الله عليه. اي ابو شاهين الله يديم لك هاي يعني الشغل. هنا يشتغل بالجراج. احس عندك حب لشغلك مو طبيعي يا ابو شاهين. اموت على الجراج انا، تدري من اشتم ريحه الدهن والعالم وها ارتاح. ولما عراقيين عندنا مطبخ صغير نسوي فاصوليا شكله. ولحم. فراس ممنون حبيبي، متمكن قلبي، نورت وممنون. اقول لك الراوي عندنا هدى مطبخ ممنون. مطبخ بالجراج، باكر اصور لك. جديات والله احسك تتونس بالجراج وبالشله وبالهذا. اي مو غربه هنا، هذا مو عراقيين ولمه وعرب وربعنا واكراد وهذا. ذاك يوم من حكينا بهذا الموضوع الشباب ما مقتنعين، يقولون يقول ابو شاهين طيش وصار عنده متابعين ويجي دعم بعد يا شغل. لا يا والله كله الكلاوات. بالجراج، هذا كرار ديوانيه باللايف، وانت تشوفنا مو تشوف الستوريات مالته وين. ايه شفتك. كله بالجراج، يا طيش يا هذا. انا ترى افتح لايف على مود نتونس نغير جو نضحك، واللي يجينا هذا رزق من الله، الحمد لله والشكر. واحد ما ينكره الله يعني. يزيد، اما الله بنعمه يزيد. ربك فتحدث. اكثر واحد يستاهل انت. الله مو يحفظك للجميع قدامك ان شاء الله. والله، مو مجامله ولا شيء. يا ولد انت شنو سفرتك؟ ايش صار عليها؟ ترى المفروض قربت. ان شاء الله ان شاء الله. شنو ان شاء الله؟ قل لي فلان يوم حتى نرتب امورنا. بابا حسان عندي هاي بابا، وانا ما اقدر اطلعها بالبث. هذا الموعد عندي، شوفه هنا راح اسوي لك اياه، شوفك. هذا الختم بس استلم الكارت، باقي تجديد الاقامه عندي. زين يعني تلحق على شو اسمه؟ على حفله عمار لو لا؟ ان شاء الله، حسب والله تلحق؟ حسب. ان شاء الله. بعد يومين. هم خلقهم طويل شويه الالمان بالاجراءات. اي والله. يعني بعد ما صايره 100%. ايه كانت عطله مال راس السنه وهوسه صايره، عرفت؟ هسه شويه جاي يصفون بالوضع. زين السؤال، نزلتك مطار اربيل، بغداد، البصره؟ ان شاء الله ببغداد. يا هلا يا هلا، نور والله. بس انا اريد احجز عن ما اقبل تتفق ويا واحد. لا والله انا ينتظرك اول انسان اريد احجز، اريد اروح للنجف، اول شيء اريد اروح للمقبره لابوي الله يرحمه، لان مات وما شفته الله والله. يرحمه. الله يا يرحمه عمري والديك. يا عمري الله يرحمه. اي والله اروح للمقبره شويه ابكي ابرد قلبي وها، انه بروح لاهلي. زين بس انت هنا من تنزل بمطار بغداد لا تتفق ويا واحد، انا انتظرك. الله يحفظك، لا رحم الله والديك، ما تقصر والله. لا مو ما حكايه اريد التنقال. اكلفك. ايش تكلفني؟ بصفنا المطار وبانتظارك احنا يعني، حتى رحت النجف هذا ضبط لك اياها. لا والله اريد اخذ تاكسي من المطار وقبل للنجف. عيب عليك هاي الحكايه. لا انا اريد اروح للنجف، اريد اروح رائد، تدري شنو؟ ما تنقال انا تمام، بس اسمعني. بس اسمعني. اي انت تريد من المطار للنجف، خلاص اعتبره صار، انا انتظرك وسياره توديك للنجف، مالك. الله يحفظك احمد الله وديك. اتفقنا؟ ان لا شاء تقول الله. لي اخذ تاكسي وهذا اخذ تاكسي شكو. ان شاء الله ان شاء الله. واسفه عليك. والله والنعم منكم يا طيبين.
يا عمري. خطيه هذا شبيه اليوم طيروا حسابه مسكين والله تواصل وياه. لا اي والله خطيه ما يسوي شيء، هو محترم وما عنده شيء. زين ليش من طير حسابه؟ والله ما اعرف شو مسوي ما ادري والله. رايح ترى انا للأم. لسه متواصل ويا الشركه على مود توثيقك، اليوم تخابرنا والله قالوا بدنا نشتغل عليه. ان شاء الله ما يا ناسي رب. الموضوع. ابو شاهين اقرا لهم قصيده ونرجع شويه. اجواء حفلات. ايه انت نسوي هذا مال المواويل مالتك. اي خلص انا بخدمتك رائد، احنا نريد نطبق فقره تسالني واسالك شويه هم حلوه حبوها الناس عرفت؟ يلا لا عاد عوف ناجل لا ورا هاي القصيده الموسيقى اشتغلت. شغلت موسيقى؟ اي مشتغله ما تسمعها؟ يلا لا هسه يلا. عاليه؟ لا زينه شويه نصيها. هسه ايه دا اقرا الطلبات. هي زينه. الشباب كل من دا يطلب قصيده شكل. شباب سووا اغلبيه مطلقه على قصيده يعني مطلوبه عند الجميع. حلو. احنا ضالين باللايف يعني لا تستعجلن حبايب قلب. حلو. ما كلفت نفسك لا تشرح لي راجع لي. الاغلب يريد راجع لي. يلا يراجع لي شويه بيها 5 دقائق هيجي. واذا حبيت غيرك يردون رائد. اقرا لي الطلبات يمك. ايش مشتاق لك ساعتي لو حبيت غيرك، اذا حبيت غيرك راجع لي. راجع لي اكثر شيء راجع لي. جماعة استراليا طالبين قصيدة الأم، بس ذاك اليوم هم جتني على سناب والله كناس قال يعني والله من احنا نتألم من نسمعها، وما أعرف أنا هسه تقراها ما تقراها صاروا نصين. والله انت اللي تقوله يمشي يا ابو متابعيك. الله يحفظك. لا والله العالم يقولون. خطية، العالم رائد. جماعة استراليا وكندا ماكو ذولا هسه عندهم دنيا نهار، الشباب هناك بنات ها والجو يمرون عندهم أمر جدا والله. كئيب، يتونسون باللايف. يمرون امر والله. الله يحفظك حبيبي. كيزت اينس رحم الله والديك. الام باع كله على الام هسه كله على الام. قامت كلها كله على الام انترست. حتى يمي قلبت على الام. اي مشكله هاي عمي بلش بيها. الله يرحم الامهات الميتات يحفظ الموجودات ان شاء الله. الله يرحم الميتات ويحفظ الموجودات. تقول خطوه باثر خطوه العمر هيك يفوتوا عند ام العمر ونه باثر ونه. الاسود مر شعرها مرت الخطار تراكض راسها من الشيب للحنه. الله. ام تفك هلاها قبل فكت الباب وتراعى ضيوفها من كلمه الدنه، وما عدها لتفضل كلمه التنقال تعذب للي يجي لو ناحر الجنه. الله. امي الحاسبه بشجرتنا كم عصفور وتعدهن بالاسامي من يردنا، واذا رد النقص واحد تهيمه وياه واحد من ولدها ما رجع جنه. الله. يما بيشه حلفك والعزاز هواي بكل كتار ابويا لو كتر منه. الله. ابداعت حيرته من مر علينا العوز، ابداعت شكو قماط بحضنك تهنى. لا تزوجيني خايف كيدهن يرميك وخاف تصير جيت لشوفتك منه. الله ابداعتك للزوجين هي ترى. ايه يما بيش حلفك والعزاز هواي بكل كتار ابويا لو كتر منه. ابداعت حيرته من مر علينا العوز، الله. ابداعت شكو قماط بحضنك تهنى. لا تزوجيني خايف كيدهن يرميك وخاف تصير جيت لشوفتك منه. شفت قال لما بروحي ما وفيك لكن ثقل وجهه بليلة الحنة. احلى شي عند امي لون عيونها، الله. وانا اقول لك ليش دخت بلونها. الناس حارت بالسواد وبالخضار، ام صورة والدي على جفونها. امي لو غابت مثل شمعة انطفي، مو اموت اتلاشى واصغر واختفي. ام اللي تربيه كذب يعرف يخون، لو تربي الذيب هم يطلع وفي. الله. ما طول السالفة وما عيدها، الدنيا ظلمة وروح قمرة تريدها. اللي يبوس الايد
ينذل شي اكيد، امي ترفع راسي لو بستيدها. الله. الله عليك ابو شاهين. الله على الموجودين يا على ضحى الكومنت والله اللي قامت يجنن. تبكي. ان شاء الله ما تشوف الدمع يا رب. مرات البكي راحه ابو شاهين، مو دائما. اي والله مرات الانسان يقول لك بكيت فرح وبكيت راحه. اي والله من يطلع العبره من تيجي صدره تحسب وراها يرتاح. الانسان يعني دائما هو باكي. اي والله. حتى الطير يضحك باكيا من شده الالم. يا اخي ما اقدر استوعب انت تصير جدي، يعني مشكله دا اعاني من مشكله وياك ابو شاهين. وهي مرات تحكي مواضيع صدق انت تريد تحكيها انا ما استوعب، اي بس اشوف حواجبك اضحك فاعذرني يعني. لعد انت ما شايف كانت عندي شغلات قويه هسه بطلتهن. مثل يعني من كنا بالقياده وتصير مشكله هناك راسا اقب انا كنت اظل اصيح. وجي هاي واحد هم مره فايت بعين صاحبنا الكبير. اي مره صارت مشكله اثناء دخول الكويت. زين. بوقتها كان موجود الدكتور فاضل البراك رئيس جهاز الميم خاء. فكنا قاعدين بالحاكميه، اجى علي قال ابو شاهين الله يساعدك. قلت له اهلا وسهلا. قال اجى الرئيس. طب الرئيس ابو علي لابس قاط رصاص مخطط بابيض للحاكميه. قاعد سووا يعني قاعده. قال اللي ما يسمع الفاضل، لان انا كنت دائما فاضل اعارضه انا ذاك زين. بعض الامور. كنا انا بالاتحاد السوفيتي سوا دوره واحده. مال الضباطي. هو كمل الدكتوراه مال العلوم العسكريه وانا كملت الدكتوراه انذاك مال العلوم المخابراتيه. ما شاء الله عليك. فقلت له انت شنو اختصاصك تتدخل بالعمل الامني؟ انت لازم هسه المفروض واقف بالجبهه، مو صحيح؟ اي. الحاصل كنا انا يوم ناقر سوى راح للرئيس قال له ترى هذا ابن الناصريه ابو شاهين دائما يعارضنا وهذا. قبت العيطه اباوه على الرئيس، فتح الباب طب علينا للغرفه. قلت له فاضل شاربك زينه. راد ليش تضحك؟ من ورا عيونك. ما تخليني اكمل. لا لا كمل كمل بالله عليك. ما تخليني بس ولا استغليت. لا والله اسف يعني ما دا شربك والله. الحاصل دخل علينا الرئيس بوقتها قال لي شنو مشكلتك ابني ابو شاهين؟ قلت له الكويت ما تدخلون عليه. قال ليش؟ قلت له احنا اليوم عندنا جيش رابع جيش بالعالم واول جيش باسيا، وهم منطقه قريبه علينا. يعني اذا ردت تدخل عليها حتى من الناحيه العسكريه ما ان بيها زود انذاك، لان القوه مو اكبر فخر. يعني اكبر من الحجم اللي موجود وما يصير من هالباب. عاد هو نب قال لعد انت تقبل على نفسك يقولون هيجي. كانت بوقتها طالعه دعايه على اساس فد قول معين. قلت له هالمره حكيتها مره ثانيه شاربك زينه لو العراق كله يوقف. رائد ما تخليني اكمل. وكانت قبلك كان حصره جو الميز طاب طيب طاب طيب طاب طيب. كان يقول لي ضربتك هسويتي ضربتي فيك طاب علينا عدك. قال انت دائما تلزم الضباط الضيبه ضربت في شقه بين اموت من تقلب صوت عده اموت. عاد قال لي الفاضل قال له التافه يظل لو تحسب تحطه بمنقنه تفعص يظل يذب تفاهه من عيونه، لو تسحق على راسه وتنعل والد والدي يطلع من عنده ريحه تفاهه. تفاهه اي صح. هاي كنت موجود بها، هاي مشهوره. وقفت صورتك. صورتك وقفت. يمي لو يمك المشكله. شباب يمي لو يم المشكله شباب. يم ابو شاهين. عاد خليني استغل الفرصه اجيب بطل مي بسرعه. وأنت الذي ظلمتني ولك من شار. شباب
الله الله شباب، تكبيس 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 تكبيس. شباب تكبيس. يمكن وين راح الانترنت يا ناس؟ رائد وين؟ الانترنت وين؟ صار الجرى. رائد. يا معود خوفوني، قالوا لي تبند والله قلبه وقف. لا لا ماكو شيء، راح الانترنت من عندك والله. مو من عندي، يعني موجود بالبث ويكتبوا لي انت اللي ماكو. لا لا بس. ماكو شيء، طابين بالجو الحاصل، بس من هنا راح الانترنت من عندنا. بهالمكان راح الانترنت، لان حتى هذا التليفون الثاني. رائد مرة من المرات بال94 تتذكر من صارت حملة على الشقاوات؟ ايه. سامع بيها مو؟ سامع بها. كنت بال94 صغير بمنطقتنا هوايك شقاوات كانوا. اي اكو واحد من اهل النجف تحياتنا له من خلال هذا اللايف يسمونه رزوق كوبرا، اذا سامع بيه. لا والله. الحاصل شباب النجف يعرفون على منو جاي اسولف. يوم من الايام اجاني تليفون، كنت انا بوقتها بالشعبة الخامسة بالكاظمية، سلام الله على ابو الجوادين. سلام حاصل الله. انا قاعد اجاني تليفون قال يابا طالع انت بامر تروح على البساتين مال النجف، كان عندنا واجب واحد فراره نريد نروح نجيبه ونجي. بس هذا فراره كان يتواصل ويا جهات انا ذاك ضد الحزب بالثوره بوقتها. كان يقولوا له على هذا المبدا، يعني اكو فقره بالميم نون، هذا الشخص اذا ينكتب على اسمه على هذا المبدا يعني معناها صعده. زين. طلعت للنجف لقيت ولد هناك، ولد صاحبي اسمه رحمة الله على روحه توفى، اسمه وهاب الأحمر. الله يرحمه. قال يابا أنت مال الطب اللاند جروز الجوزية على بساتين النجف ترى يبلعوك، لأن هناك الجماعة كلها يعني كان أكو قسم معين من عندهم هناك خاتل بالبساتين وماشي بيهم كتاب على هذا المبدأ. حلو. قلت له والحل؟ قال طق لك دشداشة والثام دراجة أمزت مدوبة، لا سامع بيهم. ايه موجوده حتى بالبوبجي. اي عاد انا هم لا اقول لك ولا تقول له. رحنا على حي الصناعه مال النجف لقينا واحد عنده دراجه امزت لحد الان اتذكر لونها كانت ورديه، تجي 82 هاي من تدوس لها الهندر مالتها دن 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 دن، شغلناها طلعنا. زين. طبيت بالبساتين مال النجف اسمع لك طاب طيب طاب طيب دق مال قامات وتواثي. حلو. بعد اني هذا البستان هسه طاب بشارع بساتين، منا بساتين ومنا بساتين، وكلي قدام صايره هيك مثل العزله نخلتين من الزائلات، بعد ماكو طريق لازم تفتر بساتين، كانت بوقتها ماكله القاع خما. هسه حاليا باع البستان قسمه قطع صارت هوسه، طلعت القطعه مبيوعه الغد. ماكو والباقي تصحر. اي صح والله. صالوا غلط، كانت بساتين ايام خير بوقتها. خضار. ايه. تجي الخضار بالنجف بالبصره بالسماوه، السماوه يقول لك نخل السماوه، يقول طرتني سمره، كانت السماوه تدري انت شط السماوه كان الكورنيش يسموها للسماوه مشوفه من كثافه الزرع انذاك. وين راحت هاي الامور رائد؟ ماكو تصحر هسه، جفاف. الحاصل رباط السالفه لا اقول لك ولا تقول له. انا هم خذت الدراجه ام الدوبه طبيت، قلت لك بستان منا بستان منا بستان، اسمع لك طاب طيب نهر يم البستان واحد حاطينه جوا خطيه يصيح شوارب طوال، يقول له تراني لمن يدور علي هسه انتوا وقتكم جايين. متعارك لو شو مسوي هذا؟ لا هو اللي كان نفس اللي شقي، انت رايدين. كان شقي مو احنا جبناه. هو نفس اللي انت رايدين؟ لا احنا رايحين على غير واحد، وانا اللي قفت خطيه هذا رزوقي. هذا لا بيا ولا عليها. ايه. رزوقي يوم من الايام تدري ليش شالوا الامن؟ ليش؟ يعني يبالغ العفو من عنده بالكلام، تعرف الشقاوات قبل اني يكذب يعني يكذب؟ يعني هيك نوع شويه يصعد على الموجه اكثر من حجمه. ولا احب الكذابين انا. ايه. حاصل مره جابوه الامن، انا اتذكر هو ليش انطلب للامن، مره جابوه كان واقف بباب محل مال تايرات بمدينه الثوره حاليا مدينه الصدر. اي نعم صح. واقف بباب محل مال تايرات طبقه لاند كروز مال الامن، قال لي يابا المحل لك، قال لي اي لي شتري. طلع المحل تايرات مال بوقه، صعده ورزوق انحبس 5 سنين بوقتها بابا غريب. زين.
وراه انطلب للامن مره ثانيه، انطلب ما يقعد ورا ما ايه يسوي وقلت لك هم كانوا شقاوات عندهم قسم خريج معين. سجون يطلع يرجع نفس السوالف. اي وكان شو يسوون هم، كان عندهم شغلات حلوه يعني يساعد الفقير وهذا، بس كان عندهم مشاكل يعني قاموا يفتر بالشارع. زين انت اليوم دوله وهذا عن مصر شوشره بالامن. انا ذاك طبيت انا للنجف خطيه، لقيته لابس هاي العراقشينه دشداشه صروال ممددين على مكان مثل البزل يضربون عليه بالقامات وهو يشقف بيها بالتوثيه. قال لهم انا مطلوب للامن ايش تردون؟ قال له انت مطلوب ثار ما ادري شنو. قومت قلت له انت ايش عندك وياهم هنا؟ اللي قفت هذا واحد من عندهم سحبت عليه التوكاريف هيك حتى لحد الان اتذكر الاقسام مالته. هيك ايه هدوء. مال زين. التوكاريف الصحيح. ايه احلى ارنان حبيب قلبه تاج راسه، رحم الله وديك على الحوت يا طيب. سحبته خليته قال عمي لا تكتلنا. قلت له ولك من انت؟ قال احنا جايين نريد نضرب قدوري. طلعوا متسللين من نيران بوقت، جايين بحجه على اساس شنو؟ تصفيه الشقاوات، الامن يصفوهم، بس هم ذولا متسللين من نيران حتى يضربون عراق. ايش اقول لك الامن على مود تعكس صوره الدوله انا ذاك تطلع بصوره غير لائقه امام الشعب. حلو، هم تنشبك لحيه بلحيه وهم يطلعون ما منها. عاش مو هم من زمان ينبشون من زمان اي والله تحتب على الحكم. والله صدق والله. سحبتها عاد انا عليه لك شاربك زينه قوم من عنده هذا عراقي علاقه دوره هسه راح يتذكرها. باوع عليه كان يقول لي خيل قهوكش عند طاب الكرة كم عند طاب الكرة تكوره في العندي وندي. لزمته مني داناته قلت له صلى على محمد تايرات كامل لغات مهمة صلوات. اول ما فتح طب كان هبدا بوحده قعد. طلعت من عنده يكرم طارق الله ريحه الشوربل. قلتنا الله لا ينطيك. لا 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 بس على ما التايرات محمد الصلوات شلون؟ مو هو طببني بهاي الدربون العوجه على اساس انا احكي عربي طلع ولا كلمه. زين. لزمت انا من ذاني صار عندي علم كان صح تايرات كامل لغات مهمسه لغات. انا قلت له صلى على محمد دب كان قاعد. ممنون ادريانه ممنون. اي طلعت من عنده ريحه كان ماكل شوربه وطلعت من عنده ريحه. قلت له شنو هاي ولد؟ قال ابو شاهين من شفتك سويت على روحي. يكرم طارق الله رائد واحد. كم شقي كم شق شلت؟ ها؟ كم شق شلت بذيك الفتره؟ مو بالحمله هاي. اشقياء هم كانوا جايين مو انت ما عرفت القصه. اوكي لا لا عرفت ممنون ادريانه. اي فاهمك. هسه هذا انت بهاي الحمله من كان يدزوك على اشقياء كم واحد شلت؟ مو شرط بهاي السالفه مال النجف. لا ما هو الشيء بالشيء يذكر. مو انا على مود اذكر لك اياها ما طول اليوم يعني حتى نظل احنا على وحده الموضوع. اي وحده الموضوع اللي اليوم خلى حرقه بقلب اي شاب عراقي او اي شابه عراقيه. لازم انا اظل على وحده الموضوع احكي التاريخ. اي السالفه هم طلع بها ربط على الجماعه من زمان. طبعا لا انا يعني من النوع اللي احكي الحق. لو حتى كان الرئيس يقول ابن الناصريه يحكي الحق لو على قصر رقبته. مشهودت لك. على ايه يقصد؟ يقول يحكي الحق لو على قصر رقبته. كان يلزم الضباط يحاكيهم. حاصل كانوا جايين بزي اشقياء. وين بساتين النجف جايين يضربون من هو؟ رزوقي. كانت تصفيه مال امن. شقل لك شلون كانوا بالشمال جيب لنا جام مكسر. والمقصد من الموضوع انه روح كسر جام المدارس زين والمخازن على ابو احنا نريد نشتري جام. هو كان السبب انا ذاك خراب البلد. نعم. شلون؟ احنا كانت فقره تكسر جام انا اعرفها يعني. مره احنا للشمال اروح على اخواننا الاكراد يقول يجي علينا متسللين يقول نشتري من عندك قونيتين جام ببرختي. انا اقول له يقول واو احنا ما عرفنا شيرد وش يسوون بالجام المكسر يمكن عندهم معامل. قلت له لا الغرض من عنده تروح يعني تكسر روح جام. كسر جام المدارس. روح كسر جام المستوصفات. روح دمر البنى التحتيه. اليوم المستوصف فايدك. اليوم المدرسه تدرس اولادك. اليوم المخزن تتسوق من عنده. اليوم من هذا المدارس كانوا يخلون اكياس اخر شيء. ها ذكرتها هاي كلها بال 94 الحكي. مو انت صح اليوم صح الشعب صح. لازم يعرف شنو الوضع. والله عمي عندك قصص يعني من تاريخ العراق حقيقيه.
لقيتهم حاصرين رزوقي جايين ايرانيين وين حاطينه بالبساتين مال النجف بيده توثيه شاقب بيها ويردون يهبدونه بالقامات. اي انا شلون عرفتهم ايرانيين؟ شلون؟ لابسين مفاتيح كانوا. شنو يعني الايراني يلبس مفاتيح؟ اي يعني يقول لك اذا طحت بصدر عراقي وضربناه هذا مفتاح الجنه طابين للجنه. هيك الفكره. اي عاد انا طبيت ايه علي بوقتها حكيت وياهم بالعراق سحبت قلت لك الميم حطيته برقبته قال لا تقتلنا انا عراقي قلت له من انت ولك قال انا قدوري تحياتنا له رزوقي. رزوقي ايه. رزوقي كوبرا. يمكن هو هسه اذا يسمعني يتذكر هالقصه بساتين النجف خطيه حاطينها على بزل قال والله انا مطلوب للدوله اريد اصفح حسابي وذولا اجون الصفح. لا على الحاصل البال ولا على الخاطر. انا راسا اجيت على هذا واحد من عندهم ضربته هم كانوا ثلاثه ضربت واحد من عندهم رائد ضربته قلع هنا أنا ضربته قلع وين ما قام رفع راسه كان قاعد اعكس قعد خايف. ذاك الثاني ضربته بالاخمص على راسه. الثالث شرد فلت بريشه. بالبساتين انا ادور عليه باللايت مال الجداحه. زين. جداحه من اللايت ادور ايه تتذكرها الحمراء؟ الحمراء ايه موجوده هسه بالربع. كرم السامع بين النخاله اسمع واحد يتنفس وريحه جدا قويه فتحت بوجهه لايت باوع علي قلت له شنو هاي الريحه ولك؟ قال ابو شاهين من شفتك سويتها على روح من الخوف. عاد بوقتها حصرتهم وطلعت قد رزوقي كوبرا تحياتنا له هسه تقدر من خلال هذا اللايف يعني توجه له سؤال او الشباب اللي يعرفون اهل النجف تحياتنا لهم اسال الرزوق قل له من نقذك هذيك اللحظه مو ابو شاهين ابن الناصريه؟ ابو شاهين بصمه. اقول لك قال خبي انا سؤال. قال بوقتها ايه قال سؤال. انا يعني مطلوب للامن ومطلوب هاي قلت له عم روح قال عندي قلت له من ناحيه الامن حل الموضوع قال بقت عندي مشكله عشائريه راح اروح احلها وقلت له روح حل مشكلتك العشائريه وانا ما راح اسجل اسمك بوقتها. كانت ما التصفيه على لقيت القبض الشقاوة. عليه. ها؟ ما لقيت القبض عليه. لا ما لقيت القبض لان اني خلصت من الايرانيين وبس. ما لقيت القبض عليه لان انا رحت رجعت للمخابرات بوقتها قلت لهم اكو شغله صايره مو طبيعيه. ايه قال شنو؟ انه قلت له احنا نريد نلم الشقاوات على مود المشاكل قلت له اكو جهات متسللين جاي خطيه يكتلونا لهذا الشقاوه احنا اليوم شنو الغرض من السجن؟ السجن الغرض من عنده الاصلاح والتاهيل. الاصلاح صح والتاهيل للحياه اللي يتعايش بها حال المواطن البسيط. فعلا. هي السجون المفروض اصلاحيه مو قصدها اي العقوبة. اما انت نعم. تجي اليوم شقاوه ينضرب خطيه ينكتل وهو ابو عائله انت تقدر ترشده تحكي نعم وياه كلمتين ثلاثه. اما من ينكتل قال احنا ما عندنا فقرت على نفس المبدا انه نكتله لا احنا نريد نخليه الاصلاح والتاهيل. قال انت جبت؟ قلت له جبت ثلاثه لقيت ثلاثه ايرانيين جبتهم وجيت بوقتها قلت لك انا رايح بلاند جروز طبقتها بالنجف ورحت بدراجه ابو الدوبه. حطيتهم بام الدوبه. عرفت ام الدوبه خليتهم بام الدوبه طبيت الحي الصناعه مال النجف ربطتهم طلعت بيهم للقصر الجمهوري. كفو كفو. طبيت بيهم اول ما طبينا على الرئيس قلت لك الرئيس كان قاعد طبيت انا القصر الجمهوري لقيت الرئيس قاعد لقيت عبد حمود خطيه روح يرجع كان لابس قاط جوزي بوقتها مدني. ايه ايام السفاري لو غيرها. السفار الجوزي وكان حتى شعره هيك منزله لان ما كان لابس عسكر وبيريه هيك يسوي بشعره. ابا عليه بالممرات يروح ويرجع يروح ويرجع يروح ويرجع وكان بوقتها قاعد لحد انا اتذكره سبعه ولا سامع بيه. ايه السبعه مشهور. اي شو قال يا هذا ولد هو. انت يوميا لابس نظارات وبيده جيجاره كانت هاي الرفيعه الفايسوري. ويلي والله قال انت تاريخ. اي قال انت يا ولد شنو يوميا رايح جايب لنا جماعه وجاي من هم ذولا؟ قلت له انت شنو شغلك؟ انت شنو شغلك؟ قلت له انا اريد اقابل الرئيس. انفتحت الباب طلع الرئيس كان يقول له قال تفضل ابني. طبيت عليهم لزمت واحد من عندهم كان هبده بعجل قعد صارت رجل راسه يم البسطال مال الرئيس. قلت له قال شنو ذولا؟ قلت له ذولا هم اللي قاعد يسوون شوشره على اهل النجف خطيه. ايه شقاوات كانت بوقتها هواي بالنجف موجودين. رزوق يتصرفون كبرى سعد باسم حيه الدولة. ابو عرجه ايه كانوا اسامي حسن ابو حميده محمد الهندي عرفت عباس تجيل كانت اسامي عند قائمه انا لحد الان اعرفهم. والله انت مو قليل. الحاصل قال الباقين وينهم؟ قال له عبد تعال عبد اجى عبد قال له اطلع لي
دز خبر المخابرات وامن النجف الشقاوات يغضون النظر عنهم، خلي يجون للساحه، لان احنا نريد نلزم الجهات المتسلله انذاك اللي هم جماعه خيلقها كشندي. زين ابو شاهين، اي اريد منك شغلتين. انت مبين خبره بالاسلحه، اي متعلق بالاصوات مال الاقسام والهذا. زين. كم صوت حافظ مال يا سلاح ويا سلاح؟ بس مال الطيارين هو اللي قلت لك عليه، كان التوكاريف يسموه. بس هذا حافظ صوته؟ أي. لان صوته بتلاش- ناعم وهو كان مخصص للطيارين. يعني من الطيار توقع بيه الطياره مثلا، يصير بيه مشكله، يطب على نقطه معينه، من يسحب ما ينعرف. انه شلون مثل هذا المقصد؟ بستر يعني، ما إيه. يبين انه ساحب اقسامه. هذا صوته. طب عبالي حافظك. قصر الجمهور رائد لازم اكمل لك، كمل مستمتع. لازم اكمل لك واريح الشعب كله بهاي القول اللي راح اقوله. زين. قال شو نسوي لهم وليدي؟ قلت له بس اريد من عندك مفتاح مال المخزن بالتصنيع العسكري، زين. وطيني صلاحيتك ساعه واحده. قال اخذ ساعتين ابني بوقتها هو اللي صدق. انا شغلت المرسيدس ورحت لك بوجه وين؟ للتصنيع العسكري. كان بوقتها بالمدائن هيك هالمكانات هاي. سلمان باك ما سلمان باك؟ عافيه. أي. رحت جبت لي، جيت اني وقدام السيارتين، طلعت من هناك من القاعده قدام السيارتين، طبيت للقصر الجمهوري، الحمايه مال القصر الجمهوري القناصين كلها طلعت علي بوقتها، طبيت لهم اسوق باللوري اللي بيصاروخ الرعد. مالك علي يمين رائد، وهاي طلعت القصه. لا صادق ابو شاهين. طلعت ايدي من الشباك قلت له عبد انا ابو شاهين، كان يقول له افتح لي الباب، قال ايش عندك طابه هنا ابي للقصر الجمهوري؟ قلت له ادي شغله اريد اسويها. صعدتهم باللور هنا وراي ثلاثتهم، وصعدت الرئيس وطلعنا بيهم تدري وين؟ فوق من جسر دياله، ورا المعامل مال بوب الشام، المعامل مال تورنا وهاي الامور، من هناك ورا على جسر. اي. وجبت وياي تيب بكره، ربطتهم ثلاثتهم بي. حلو. بعد ما صيح قلت له ردد الشعار يلا عسرع، كان يقول خيلقها كشند طاب الكرى كمند طاب الكرى تكوره في الاندون. كان انا راسا شعلته كان سفن. ذبيت لك اياهم بقصر شيرين. قلت له اردن على ابوك لابد دزك علينا ولك انت امام العراق. وقتها دق الرئيس على كتفي كان يقول عافيه وبعد عافيه وبعد عافيه. يعني 3 عافيات مليون ونص مو بوقتها؟ زت نفسه قدامه مثل السد اخو فاطمه. والله مالك علي يمين، هاي قصه حقيقيه، بس انا ادري بيها الشعب وقليلين اللي يعرفون بهذا الشيء. عيد له الضحكه بالله عليك، من قال لك عافيه؟ ها؟ دق على كتفي والله بوقتها. ايش قال لك؟ قال زت نفسه قدامه مثل السد اخو فاطمه عافيه. الله لا ينطيك، بتوتي وقفت والله. راد ربطتهم بتياب وهديتهم، ذبيتهم بقصر شيرين، طلعت بالاخبار بوقتها. اني بوقتها واجا وياي ملازم هو النمير رحمه الله على روح استشهد. الله يرحمه. اقول لك شو سالفتك، ما بيها شاهد، لو ميت لو مسافر لو مخطوف لو اسير، شو الموضوع؟ لا بوقتها اهل سلمان باك وجسر دياله كلهم يعرفون الجاي اسولف. يعرفون ايش إيه. تسولف. اوكي. لا شباب بالتعليقات رجاء احسبها علي ابو شاهين، شكو يكتبون يكذب. فاتك من الكذاب صدقا كثير. ابو شاهين اعطيني اوف بشرفك، في تشوتشي وقفت والله. مو تقول انا ضايج اليوم ومختنق وصدري مو هيجي مقبض. بالقران منا وقفني والله تشنجت.
اي انا هذا محتوى، زرع الابتسامه بوجه المواطن البسيط. والله انا حاليا ما حد يضحكني غيرك، اقسم بالله. تدلل لها محلك هذا، شو وقت بتجي هلبي؟ والله العظيم بدون اي مجامله. زين، حتى من ما عندي شيء الظهر اطلع مقاطع ابو شاهين بالقستات واضحك. يا اخي احمد الله يديم. البشير يقول انت صوتك مغناطيسي، يقول انا انام على صوتك. صدق والله. والله العظيم. والله العظيم شيء مو طبيعي. لا بس يعني تجي على تقليد الاصوات امكانيه، تجي على حركه العين، يعني حسك الكوميدي ما شاء الله عليه. انا هسه جتنا عروض مسلسلات بس انا ما موافق. بس هوايه شباب مزعوجين يقولون خذلنا ابو شاهين، قام يحكي صدق هواي، وهذا مو توقعاتك مال مباريات وما ادري شنو، كلش زعجهم هذا الموضوع. بالله اليوم مو قلت لكم راح يفوز العراق 3-2؟ بس ما فزنا، خسرنا. اذا يعني راحت الضوجه مالت عمرو، رجعت لهم على المحتوى القديم. كذبت. تحيه. وين الاسئله؟ ايش صار؟ اقول لك يا ولد، وين عمار الكوفي الشباب؟ شنو الموضوع؟ الله شباب. تحيه والف تحيه لكل الموجودين باللايف. شلون انسدحت، خذت راحتي. طبتم مطابه مساءكم. يا الله شباب، بوساتكم لله، صعدوه تكبيساتكم بكل فرح وسرور انتم ما في لايف. يتوصون، ما يسدون البث مال ابو شاهين الا 100 مليون تكبيسه. ابو شاهين خادم المظلومين 469. احلى منار اس طويل. يا وي اي لي. هلا شباب، يوجد كل ما لدينا هو جديد. كنت واياكم في لايف ابو شاهين خادم المظلومين 469. كما حضر صاحب الأوام المرقمة 7900 ديسلدورف. أنتم الفنانة المبدعة الريفية صاحبة الحنجرة الذهبية سجودة وين سجودة. قبل كان يسموها سجودة وين. تحياتنا. راح تورطنا هواي ناس انت، والله العظيم. أنا ناقد حر رجال، أنا حلامي. ايه ها شباب بالكومنت بالهذا، انا ما مسؤول تصريحاته الاسماء، هذا انا ما له علاقه. كل من مسؤول عن نفسه، أنا رجال فنان. عافية عليك، روح كمل. يريد يشتكي علي إعلاميا، أنا رجال مفلس، والمفلس بالقافلة يمين قضيته خسران. الله شباب. ممنون الدلع، ممنون عيوني. ايوه اي لي. هلا قالوا تسلى عن المحبوب، قلت بمين. الله متمكن. قالوا تسلى عن المحبوب، قلت بما يا يما. الله كفو سفيان. هلا حيدر قراج. كيف التسلي وبالاحشاء يا نيران. يا رائد شارب الخمر يصحى بعد سكرته، وشارب العشق يبقى طول الدهر سكران. الله شباب. يا يمه. حبيبي جاي تسكت ارجع يسوون مجال. اشوف. الدلع ممنون، سفيان ممنون. الله الشيخة 007 هادي ممنون. عمر العبيدي. احلى حيدر غزالي يشد. احلى متمكن اس طويل. اليوم ابو شاهين حلف يقلب لكم المود، اللي ضايجين على خسارة المنتخب قال اليوم حفلة اسويها.
تتذكر هاي الحركه مال المغنين هسه حسيت اياها، انتبه لها بس ويا الموسيقى. يلا. عود ليش بلبط؟ الله الله شباب. ممنون الدلع ممنون. ايوه اي حيدر صباح ابن الغزالي يقول عفيه يا ناس اسمعوني. زين. عافية يا ناس اسمعوني، عندي قصة صغيرة هي. عافية يا رائد قل للناس يسمعوني. عندي قصة صغيرة هي. عندي قصة صغيرة هي، اسمعوها للنهاية وتعرفوا ان الصار بيا. حلو. مهيمن الجبوري ممنون. يا رائد دوار احبك يا ابو يا ابو شامة وجه دوار. احبك يا ابو شامة وجه دوار، وقلب عليك من الزغار من الزغار دوار. احبك يا ابو شامة وجه دوار، وقلب عليك من الزغار. الله الله. دوار والله لبطل من الجراج واشتغل. دوار ادور عليه كل صبح ومسي. الله اكبر. الله الله. روح. الله الله شباب. ممنون ثلج. انور القعود حبيبي اشكرك. ابو مصدق ما عرفتك. ايه صدق ما عرف. ايه هاي بدت تجوج جو واحد الجهاز جاي فوقهم جو. هيك صارت الجهال على الشادر باقوا الكيت كله. ابو شاهين بالله عليك ما عندك سالفه على البانكيه دول كانوا يكسرون بالحفلات ها؟ حدي والله عليهم. كانت موده قويه والله. بس خطيه اليوم ما اريد اسويها. اليوم بس يتبسر ونسهم. انور القعود مهيمن حبايبي ممنون. مهيمن تحيات باع الواتساب احترق حرق الشباب كلها. خيك اذكر. والله نفس الحاله ديد الزولي اصدقائي امير وسيف هم وقف. اليوم النت يم ابو شاهين يحاول يكون العائق يعني. ابو شاهين قافل يقول والله العظيم اليوم يقول ما خلي واحد ينام ضايج. شباب شنو هاي ما راح تنعاد اللعبه هاي صدق لو تحشيش؟